الوالد صوته عالي، الجيران خرجوا على صوته علشان يشوفوا فيه ايه. طيب نكسر الباب يا عم احمد؟ قال لهم اكسروا الباب، وكسروا الباب فعلا. وهنا لازم تركز معايا كويس لان اللحظة دي هي بداية الكابوس. الباب اتفتح، صوت السكوت نفسه كان مرعب. دخلوا الشقة وشافوا المشهد اللي عمرهم ما هينسوه طول حياتهم. نانيس مرمية على الأرض وجنبها بنتها هديل، الاتنين غرقانين في دمهم. الجد راح يدور على حفيده أنس، قعد يدور عليه في كل حتة ما لقاهوش. فتح الدولاب بالصدفة لقى الولد ملفوف بإشارب ومخنوق جوه الدولاب. في اللحظة دي الراجل وقع على الأرض من كتر الرعب، والجيران كانوا بيصوتوا بس. بلغوا الشرطة والخبر انتشر في دقايق، واللي كان في الأول جريمة عادية اتحول لقضية رأي عام. والرئيس مبارك ساعتها بنفسه كان بيتابع كل تفصيلة. البحث الجنائي أثبت إن على الرغم من إن الجيران كسروا الباب، إلا إن اللي دخل ونفذ الجريمة دي حد عارفاه كويس، المهندسة نانيس.